المسلسل بيبدأ واحنا بنشوف بيت محروق وبننتقل لواحد اسمه الشيخ عفيفي وهو عامل لايف على التيك توك، والناس كلها بتكتب في الكومنتات انه ناسي سيجارة الحشيش قدامه وعامل فيها شيخ، فبيتوتر وبيقول انه قاصد انه يجيب سيجارة الحشيش في اللايف علشان يعرف الابهات والامهات على شكلها عشان يخلوا بالهم من عيالهم. وبعد ما بيقفل اللايف بيشرب سيجارة الحشيش وبيزعق لمراته زينب انها نسيت تقول له انه يشيل سيجارة الحشيش، وام اعتماد بتيجي وبتزعق له على الكذب اللي بيعمله على الناس، وبنعرف انه كان مدمن زمان، وبتعرفوا ان اخوه الجرحي اللي شهرته بسيد الناس خارج النهارده من السجن، وكمان ان اخوه مجدي راجع من لندن النهارده، وبتقول له انها عايزاه تشوفه هو واخوه مجدي في ظهر بعض في الشغل بدل ما الجرحي هو اللي يمسك كل الشغل ويستنى انه ياخد منه المصروف. ولما بتنزل بتزعق للشغاله سناء علشان مبسوطه قوي ان الجرحي خارج من السجن، وبتفضل تدعي عليه انه يموت وهو جاي من السجن. وساعتها بنشوف امنه مرات الجرحي وهي جايه وبيبقى معاها عيالها ادم وياسر، وبيبان ان ياسر عنده توحد. وبعد كده بنشوف واحد اسمه فاروق الجباس وبيبقى صاحب محلات كبيره في المنطقه، وبيسلم على حمال هواري وابن نوح، وحماته نافعه كمان بتيجي وبتقول له ان الجرحي خارج النهارده، بس بيقول لها ان مش مهتم هو خارج ولا لا. وبنعرف ان فاروق الجباس كان شغال عنده زمان قبل ما يفتح محلاته. وبعد كده بتطلع تسلم على سماح بنتها، وبنفهم من كلامهم ان سماح كانت بتحب الجرحي زمان لكن هو ما كانش حاططها في دماغه، وهو دلوقتي متجوز امنه، بس بتقول لها انه ما كانش بيحب امنه وانه كان بيحب واحده اسمها فتحيه. وامها كمان بتقول لها ان هي اللي ولعت الدنيا زمان، وقالت لفتحيه امنه هتركب امتى العربيه علشان تقتلها. وكمان قالت لمجدي اخو الجرحي ان فتحيه هي اللي قتلت مراته وانها وقعت الدنيا كلها في بعض زمان، وبتحذرها انها تخرج الجرحي من دماغها وتركز وتخلص لجوزها فاروق الجباس، عشان لولا فاروق الجباس جوزها كان زمانهم بيشحتوا علشان هو اللي قوم تجارتهم بعد ما خسروا كل حاجه. وبنشوف واحده اسمها عاليه وبنعرف انها اخت الشيخ عفيفي واخت جرحي واخت مجدي، وبتسلم على جوزها رؤوف، وبيبان عليها انها بخيله جدا، وبنفهم من طريقه كلامها انها مستنيه ان ابوها الحاج رشدي يموت علشان تورثه، وانها عايزه رؤوف جوزها يكون في ظهرها عشان تعرف تاخد حقها في ورثها من ابوها لو اخواتها ضحكوا عليها. وبنشوف الحاج رشدي وهو طالع عشان يستنى ابنه الجرحي قدام الباب، ومراته اعتماد بتبقى متضايقه انه ملهوف قوي كده على ابنه الجرحي، والشيخ عفيفي كمان هو ومراته زينب اللي بيبقى منقبها، وامنه مرات الجرحي وعيالها، وكمان اخته عاليه وجوزها، وابو امنه كمان اللي هو الشيخ ربيع بيجي وبيستناه معاهم. وقبل ما الجرحي يوصل الشغاله رشا بتروح تقول للشغاله سناء انها سامعه الناس كلها بتتكلم عن فتحيه وعلى الجرحي واخوه مجدي والبيت المحروق، وبتبقى عايزه تعرف الحكايه، فبتحكي لها وبتقول لها ان فتحيه دي تبقى بنت واحد اسمه سليمان وكانوا تجار وعايشين في البيت المحروق، وفتحيه تبقى صاحبه امنه وسماح، وكانوا هما التلاته بيحبوا الجرحي، بس الجرحي كان بيحب فتحيه بس وكان عايز يتجوزها، بس كان في مشاكل بين سليمان اللي هو ابو فتحيه وبين المعلم رشدي اللي هو ابو الجرحي، وكان رافض الجوازه وخلى ابنه الجرحي يتجوز امنه بالغصب علشان كان بيحب ابوها الشيخ ربيع العطار. وساعتها فتحيه غارت واتجننت وخلت اخوها يحط حاجه في عربيه امنه علشان تولع بيها وتموت، بس ساعتها امنه محصلهاش حاجه وفضلت عايشه، لكن ساعتها كان راكب معاها مرات مجدي وهي اللي ماتت في العربيه محروقه، فمجدي اللي هو اخو الجرحي راح جنزر بيت سليمان وولع فيهم كلهم وكلهم ماتوا، وكان عمال يدور على فتحيه علشان يتاكد من موتها، بس اخوه الجرحي قال له ان هو لقى فتحيه وقتلها، ومجدي ما صدقهوش ولغايه دلوقتي شاكك برضه انه لسه ما قتلهاش، ومجدي لو عرف ان فعلا اخوه لسه ما قتلهاش هيحصل ساعتها حرب كبيره ما بينهم، والجرحي ساعتها عرب اخوه مجدي بره البلد عشان الحكومه ما بتقبضش عليه، لكن دلوقتي خلاص الحكم سقط من عليه عشان عدى 20 سنه وهيرجع من بره النهارده. وبعد كده هم كمان بيطلعوا علشان يستقبلوا الجرحي وهو راجع، وفعلا ساعتها الجرحي بيوصل وبيسلم على عياله وبيطلع، واول واحده بيسلم عليها هي سناء الشغاله علشان بيحبوا بعض جدا وهي اللي مربياه من صغره، وبيسلم على اخوه عفيفي وبيبان انه مش عايز يسلم عليه عشان خايف من امه اعتماد، وبيسلم على ابوه المعلم رشدي، وبنعرف من كلامه ان الجرحي كان مسجون 3 سنين بسبب ان كان في شيكات على المعلم رشدي، والجرحي هو اللي خد الحكم مكانه، وبيسلم على اعتماد وبنعرف انها مش امه وانها مرات ابوه علشان كده بتكرهه، وبيسلم على مراته امنه وعلى اخته وجوزها، وبيبص على فاروق الجباس فبيقوم له وبيروح علشان يسلم عليه، وبيلاقي ان مراته سماح وبنته بيبصوا عليه بس برضه بيروح يسلم عليه بغل، وبيبان انهم مش بيحبوا بعض خالص. وبعد كده بيخشوا البيت وبيطلع لشقته مع مراته امنه، وبتساله هو مش قلقان من اخوه مجدي انه راجع، بس قال لها انه خلاص عمل اللي عليه وقتل فتحيه من 20 سنه، وبتبقى مش مصدقه زي الباقي بس بتسكت. وبعد كده بنشوف اعتماد وهي داخله لجوزها المعلم رشدي وبتزعله انه فرحان قوي ان الجرحي رجع ومش فرحان نفس الفرحه لابنه التاني مجدي، وبنفهم من كلامهم ان مجدي وعفيفي يبقى عيالهم وعيال اعتماد عادي لكن الجرحي يبقى ابن المعلم رشدي وبس، وان في يوم جه وقال لاعتماد انه خلف من واحده بره ومرضاش يقول لها على الست اللي خلف منها لغايه دلوقتي، وخلى الجرحي يعيش معاهم في البيت بالعافيه، وكمان الجرحي لما كبر هو اللي مسك شغله وعلشان كده اعتماد بتكون بتكرهه
بتكرهه جدا وانها كانت بتتمنى موته من وهو صغير. وبعد ما بتطلع الشغاله سناء بتخش له وبنعرف ان هي تبقى ام الجرح الحقيقيه، وانه غلط معاها زمان وكان عايزها تسقط الطفل، بس هي برضه خلفت من وراه. ولما لقاها انها خلاص خلفت اضطر ان هو ما يسيبهوش وجابه ورباه معاه في البيت، وانهم مخبيين السر ده عن الناس كلها، وانه فضل مخليها شغاله هنا طول السنين دي عشان تفضل تشوف ابنها قدامها وهو بيكبر. وسناء كانت ناويه تقول لابنها الجرحي، بس لما كانت كل شويه بتشوفه وهو بيكبر قدامها وبقى كله هيبه خافت انها تقول له علشان ما تكسرهوش انه طلع ابن شغاله في الاخر. والمعلم رشدي بيبقى حاسس انه قرب يموت وبيوصيها انها تفضل مخبيه السر ده ما بينهم وما تقولهوش لحد ابدا. وبعد كده بننتقل لفاروق الجباس وهو بيزعق لمراته سماح انها كانت طالعه تتفرج على الجرح من الشباك وهو راجع، وبيحذرها انها تشيله من دماغها يا اما هيعيشها في سواد طول حياتها. وبالليل بنشوف مجدي وهو راجع من السفر هو ومراته الجديده اللي اتجوزها من بره، وكمان عيالهم بيبقوا جايين معاهم. وفي نفس الوقت بنشوف جرحي وهو رايح بيت في مزرعه وبنلاقي واحد امن اسمه ساجد بيسلم عليه بعد غيبه ال3 سنين اللي فاتوا، وبيسلمه مفتاح البيت. ولما بيخش بيسلم على فتحيه وبنعرف انه كان حابسها ومخبيها هنا ال20 سنه اللي فاتوا، وبتقول له انه ده 3 سنين بس من السجن وهي بقى مسجونه 20 سنه هنا. بس بيقول لها انه مخليها مش محتاجه حاجه، وبيجيب لها الكوافير والدكاتره وحتى كمان الخياطه وكل حاجه محتاجاها في مكانها. وبنعرف من كلامهم ان لما ابو المعلم رشدي رفض ان هم يتجوزوا هي غارت وولعت في العربيه بتاعت امنه، بس بالصدفه مرات مجدي كانت راكبه معاها العربيه وهي اللي ماتت وامنه فضلت عايشه. وكمان مجدي اخوه خد حقه وقتل عيلتها كلها، فهو ليه حابسها هنا طول السنين دي؟ فقال لها ان هو كمان ما تخلاش عنها ومرضاش يقتلها مع انها قتلت مرات اخوه، وكذب على الناس كلها وقال لهم انه قتلها وخباها كل السنين دي هنا، وانه حابسها هنا بسبب نظره الغل اللي فيها علشان عارف انها لو بره مش هتسكت وانها تبقى عايزه تاخد حقها من اخوه مجدي، وان الاحسن ليها انها تفضل هنا علشان الدنيا تفضل هاديه. وفي الاخر برضه بيحضنها علشان بيبقى لسه بيحبها كل السنين دي. وفي تاني يوم الصبح بيروح يطمن على ابوه وبيقول له انه فرح لما رجع علشان لقاه واقف وكويس، بس ابوه قال له انه كان واخد حقنه علشان يقدر يقف ويستناه، وانه في الحقيقه تعبان جدا وحاسس انه قرب يموت. وبنفهم من كلامهم ان كل مره الجرح بيساله على امه، لكن برضه كل مره المعلم رشدي بيرفض يقول له علشان مصلحته. بعد كده الجرح بينزل لورشه ابوه عشان يشوف الشغل في الفتره اللي ما كانش موجود فيها، لكن ساعتها بيلاقي مجدي اخوه هناك وبيشوف الحسابات هو كمان. وبعد كده بننتقل لعياده الدكتور رؤوف وهو معاه مراته عاليه وهي بتعيط عشان لسه كل ده ما خلفتش. ولما بتمشي بنعرف من كلامه هو وامه ان هو اللي بيديها الحقن دي علشان ما تخلفش، عشان لما ابوها يموت وهي تورث يضحك عليها وياخد فلوسها وبعد كده يطلقها. وبعد كده بالليل بنلاقي ان المعلم رشدي وهو مجمع العيله كلها علشان عايزهم في حاجه مهمه وبيشيل الحقنه من ايده، وكان لسه هيبدا كلام لكنه بيقع وبيموت في ساعتها. وبعد كده بنشوف في العزا وهو جرحي عمال يبص على 2 بيتكلموا بصوت عالي وكمان بيلاقيهم بيضحكوا، فراح له وهزقه. وفاروق الجباس بيجي علشان يهديه لكن مش بيديله فرصه وبيطرده من العزا هو وصاحبه. وبعد 40 يوم بيتجمعوا كلهم علشان يفتحوا الوصيه، بيكون كاتب فيها انه طماع وبيحب الفلوس، علشان كده عمل غلطه كبيره لما الجرح كان في السجن، وهي انه دخل شراكه مع فاروق الجباس في مصلحه معينه والمفروض انه كان هيجي من وراها ملايين كتير جدا، بس ما كانش معاه فلوس يخش في المصلحه دي، وعلشان كده استلف الفلوس دي من راجل اعمال وضمن قدامها كل المحلات والبيت وكل حاجه يمتلكها على امل ان لما كانت المصلحه دي هتجيب فلوس يرجعها. بس لغايه دلوقتي المصلحه دي ما جابتش فلوس وهو كده راهن كل امتلاكاته للراجل ده، وانه حاليا معهوش ولا جنيه. بس في الاخر برضه بيقول لهم انه سايب لهم حاجه ممكن تنفعهم كلهم وهي مفتاح، ومش بيرضى يقول المفتاح ده بتاع ايه وانهم هيعرفوا لوحدهم بعدين. وبيكون موصي ان الجرحي هو اللي ياخد المفتاح، ولما بيعرفوا كده بيتصدموا علشان كده مش هيورثوا ولا حاجه وكمان ممكن يطردوا من البيت. وكمان كلهم بيتخانقوا مع الجرحي علشان بيبقوا عايزين منه المفتاح لكنه بيرفض زي ما ابوه كان موصي. وساعتها بيخرج وبيروح لفاروق الجباس وبيساله على المصلحه اللي دخلها مع ابوه كانت ايه، وبيقول له انهم عرفوا مكان لمنجم دهب والحكومه متعرفش عنه حاجه، وان ابوه استلف 250 مليون جنيه من راجل اعمال اسمه كمال المراغي، والراجل ده اللي هو هزقه وطرده في العزا عشان كده جه وكان بيحاول يهديه لكن هو ما ادهوش فرصه، وانه استلف منه الفلوس دي في مقابل انه رهن كل ممتلكاته. وبيساله عن منجم الدهب طلع منه ايه لغايه دلوقتي، لكن بيقول له انه لسه ما طلعش منه حاجه، وبيصدقه وبيبلغه انه لما يطلع منه دهب يبلغه، وكمان بيقول له انه يعمل له ميعاد مع كمال المراغي. وبعدها بنشوف فاروق الجباس وهو رايح لمنجم الدهب وبيقابل واحد من رجالته، وبنعرف ان المعلم رشدي قبل ما يموت كان هو اللي مأمن المنجم كله برجالته كضمان ليه ان فاروق الجباس ما يغدرش بيه، وان فاروق الجباس ملهوش غير الرجاله اللي بتخرج الدهب بس. ولما بيخش بنعرف ان المنجم بدأ يطلع دهب فعلا، بس طبعا كان
بيكذب على الجرحي، وبننتقل لاعتماد وبنتها علياء، وهما بينادوا على سناء الشغاله وبيقولوا لها انهم عارفين انها قريبه من الجرحي وانها الشغاله الوحيده اللي عندهم اللي بتنظف الشقه بتاعته، وعلشان كده بيطلبوا منها انها تسرق المفتاح اللي خده من الوصيه من شقته من غير ما يحس، يا اما هيمشوها من البيت ومش هتشتغل عندهم تاني. بس ساعتها سناء بترجع شغلها تاني في المطبخ من غير ما ترد عليهم، وبننتقل للجرح وهو رايح قبر ابوه علشان يقرا له الفاتحه، ولما بيروح بيلاقي بودجاردات واقفه بره، ولما بيخش بيلاقي راجل وقابلته من السودان بيقروا الفاتحه لابوه، فبيفتكر انهم جم لمدفن غلط، بس بيلاقيهم انهم بيدعوا باسم ابوه وانهم كمان عارفين الجرح واسمه، وبيقول له ان هو برهان باشا اللي من السودان، وانه كان شغال مع المعلم رشدي، وان المعلم رشدي قال له ان الجرحي عارف الشغل اللي ما بينهم، بس الجرحي ما بيكونش عارف اي حاجه عن الشغل اللي ما بينهم. بس برضه برهان باشا بيفتكر انه بيداري عن الشغل وعامل نفسه مش عارف حاجه، وبيقول له انه لازم الحاجه تتسلم قريب ولما يكون جاهز يكلمه، وبيبان من كلامه انه بيتكلم عن صفقه سلاح، وبيسيبه وبيمشي، وبيبان عليه انه راجل غني ومهم جدا، والجرحي ما بيكونش عارف اي حاجه ومستغرب من اسرار ابوه. وكمان بعدها بيجي حد تاني على المدفن اسمه محسن ضاحي، وبيبان عليه انه راجل مهم جدا برضه وعنده رجاله كتير، ولما بيخش بيقول للرجاله انها تنزل الفلوس وتستناه بره، وبيقول للجرحي ان دول 12 مليون جنيه حق الموسم، وبرضه بيبقى مش فاهمه. بس محسن الضاحي بيستغرب عشان المعلم رشدي قال له ان الجرحي برضه هيكون عارف كل حاجه، فبيضحك عليه وبيعمل نفسه انه ناسي عشان يفهم هو عايز ايه، فبيفهم ان ال 12 مليون جنيه دول حق الموسم ده في الارض البانجو بتاعت المعلم رشدي، وبيكون شريكه في الارض دي هو محسن الضاحي، وبعد كده برضه بيسيبه وبيمشي، والجرحي بيكون مش فاهم ومستغرب ايه كل الاسرار دي اللي عارفها عن ابوه بعد ما مات. وبالليل بنشوف الجباس وهو قاعد مع المراغي، وبيكون معاهم واحد اسمه عصام، وعصام بيكون ابن عم الجرحي، وبنفهم من كلامهم ان عصام هو اللي اقنع عمه المعلم رشدي انه يخش في شراكه الجباس في منجم الذهب عشان يضحكوا عليه. ولما عصام بيمشي الجباس بيتكلم مع المراغي، وبنفهم ان المراغي مش راجل اعمال ولا حاجه، وانه مش غني اصلا لكنه من رجاله فاروق الجباس، وورق الممتلكات بتاعت عيله رشدي بيكون مع الجباس، والجباس بيكون عمل كده علشان يغرق عيله رشدي كلهم، وبيقول له ان الجرحي عايز يقابله، وان المراغي يمثل انه مش هيتنازل على الفلوس وانه هياخد كل الممتلكات بتاعتهم. وفي نفس الوقت ده الجرحي بيكون قاعد مع اخواته وبيحكي لهم عن الاسرار الكتير اللي عارفها عن ابوهم، بس عفيفي بيكون عبيط ومش عارف يديله حل او يوصله لحاجه، ومجدي بيكون بيتكلم معاه بطريقه وحشه بسبب اللي حصل زمان، وكل تفكيره عن البيت المحروق وعن جرحي قتل فتحيه فعلا ولا لسه عايشه. وهم قاعدين الجباس بيتصل بالجرحي علشان يقول له على الميعاد بتاع المراغي اللي كان عايزه، ولما الجرحي بيروح وبيقعد معاهم جرحي بيسأل المراغي انت سلفت ابويا 250 الف جنيه بفوايد 25% في السنه، وبيسأله على المبلغ الاجمالي اللي هو عايزه كام، وبيلاقي ان المراغي لسه بيحسبها، فبيضحك وبيفهم اللعبه وبيتاكد من اللي هو كان حاسه، وبيقول لهم ان مفيش حد بيسلف فلوس من غير ما يكون عارف هو ليه كام في الفوايد والمبلغ كله، وبيقول لهم ان الفلوس دي بتاعت الجباس وهو اللي جاب المراغي علشان الجرحي ما يعرفش ان هو اللي عمل كده، حتى كمان ان الجباس هو اللي معاه الورق بتاع الممتلكات كلها. بس الجباس قال له ان كل كلامه غلط، وكمان لو مش مصدقه يسأل عصام ابن عمه علشان كان معاهم في المصلحه دي، فساعتها بيتاكد اكتر ان عنده حق علشان عصام ابن عمه اصلا بيكره عيله المعلم رشدي كلها، وان كده عصام هو اللي اقنع وضحك على ابوه المعلم رشدي عشان يعملوا اللعبه دي عليه ويغرقوه ويدمروا عيلته خالص. بس في الاخر بيقول له ان كل اللي هو عايزه ان يديله فلوسه بالفايده بتاعتها وهو يرجع له الورق، وانه هيتصرف في الفلوس قريب، وبيسيبهم وبيمشي. ولما بيمشي الجباس والمراغي بيكونوا مستغربين من ذكائه وانه عرف كل حاجه من غير ما حد يقول له، بس كده كده الجباس ما بيكونش همه عشان الفلوس هتبقى كتيره جدا ومش هيعرف يسدها، وانه في الاخر اكيد هيغرق. وفي تاني يوم الجرحي بيروح يقعد مع اخواته وبيجيب عمه وعصام ابنه وبيقول لهم اللي حصل، وان عصام هو اللي اقنع ابوه المعلم رشدي واشترك مع الجباس عشان يدخلوه اللعبه دي ويغرقوه. بس عصام بيقول لهم انه ما كانش عارف انها لعبه بتتعمل عليه علشان تغرقه، وانه كان فاكر انها مصلحه كويسه وان المعلم رشدي هيطلع منها ملايين كتير، بس طبعا ما بيكونوش مصدقينه وعارفين انه بيكذب. واخوه رجائي بيزعق له عشان بيبقى بيحب الجرحي وعيله المعلم رشدي كلها، والجرحي بيبقى مش عارف هيجيب الفلوس دي ازاي عشان يجيب ورق الممتلكات. وامنه مرات الجرحي وساره مرات مجدي بيكونوا رايحين مشوار، بس ساعتها بيجي واحده شكلها ملفت جدا بعربيه فيراري والشارع كله بيفضل يبص عليها، ولما بتنزل بتسال عن الجرحي، ولما بيقول لها ان هو قالت له انها محتاجه تتكلم معاه على انفراد، فساعتها مراته بتغير وبتخش تقعد معاهم وبتقول له ان المعلم رشدي قال لها ان الجرحي برضه هيكون عارف كل حاجه، فطبعا برضه بيستغرب بس بيتصدم اكتر لما بتقول له انها كانت متجوزه المعلم رشدي، وبتقول له ان اسمها نادين سراج وانها متجوزاه بقالها فتره ودخلوا مع بعض في شراكه في محل لبس، بس ده اللي بيبقى ظاهر، لكن في الحقيقه
الحقيقه انهم داخلين في شراكه في تجاره العمله، وان الحاج قال لها ان لو جراله حاجه تروح للجرحي وتاخد منه 10 مليون جنيه، وان معاها ورقه بالكلام ده، وبتقول له ان لو ما عملش كده هي معاها فيديوهات اباحيه المعلم رشدي بس هو اللي باين فيها، وانها هتنزلها على النت. وطبعا في الاول ما كانوش مصدقينها، بس ابنه ياسر بيخش وبيقول لهم انها صادقه وعندها حق، عشان المعلم رشدي كان بيقول له على كل حاجه وانه حكاله عنها. بس برضه امنه ما بتكونش مصدقاها، فقالت لها ان ابوها الشيخ ربيع كان شاهد على الجوازه وممكن تساله، وبتديله مهله علشان يحضر فيها الفلوس، وبتديله كارت فيه ارقامها وانه يتصل بيها لما يجهز الفلوس. واعتماد لما بتعرف بتتصدم وبتفضل تزعق للشيخ ربيع انه كان عارف وما قالهاش، بس قال لها انه كان سر وما ينفعش يفضحه بعد ما استأمنه. وبعدها الجرح بيروح يتكلم مع ابنه ياسر علشان يشوف هو ازاي عرف ان نادين تبقى مرات المعلم رشدي، فعرف منه انه كان بيحكي له على كل اسراره قبل ما يموت، وانه عارف برهان باشا بتاع السودان، وانه كمان عارف محسن ضاحي بتاع البانجو. فبيجرب وبيسأله هو عارف المفتاح اللي كان في الوصية بتاع ايه، وبيلاقي انه عارف بس مش بيرضى يقول علشان سر وما ينفعش يفضح السر، وبيحاول معاه بكل الطرق علشان يقول له عشان لو عرف مكان المفتاح ممكن يحل له كل مشاكله، لكن برضه مش بيرضى يقول له انه هيعرف لوحده. فلما بيزهق بيزعق له علشان يقول له، بس ساعتها بتجيله حالة صرع بسبب مرضه، فمش بيرضى يتك عليه وبيسيبه وبيمشي. بس ساعتها عمه وعصام ابن عمه بيكونوا سامعينه وعرفوا ان ياسر عارف المفتاح بتاع ايه، وساعتها بيروح وبيقول لفاروق الجباس ان المعلم رشدي كان متجوز واحده اسمها نادين وبيتاجروا في العمله، وان كمان ياسر ابن الجرحي عارف المفتاح اللي لقوه في الوصيه بتاع ايه، وبيقول له على كل اسرار عيله رشدي. وبعدها بنشوف اعتماد وهي بتسال سناء سرقت المفتاح من الجرحي ولا لسه، بس بتقول لها انها دورت عليه وما لقيتهوش، وبتكون عارفه انها بتكذب عليها وانها ما دورتش اصلا، وبتبص لها بكل غل وبتسيبها وبتمشي. وبنشوف الجرحي وهو قاعد مع فتحيه علشان مخنوق وهو مش عارف يعمل ايه عن كل اسرار ابوه، وانه عارف انه كان شغال في السلاح مع برهان باشا، وكمان شغال في البانجو مع محسن ضاحي، وفي الاخر كمان متجوز تاني وبيتاجر في العمله، وسايب مفتاح مش عارف بتاع ايه ولا بيعمل ايه. ولما بيخلص كلامه وكان ماشي بيلاقي ان اخوه مجدي بيتصل بيه، وفتحيه بتاخد بالها وبتعرف ان اخوه مجدي، وبتتصدم علشان ما كانتش عارفه ان مجدي رجع مصر. ولما بتعرف انه رجع بتتعصب وبتبقى عايزه تخرج، بس مش بيرضى يتكلم معاها وبيسيبها وبيمشي. وبعد كده بننتقل للست اعتماد وهي بتزعق للي شغالين ان اتسرق من عندها غويشه وسلسله ذهب، ومن كتر الزعيق امنه بتطلع علشان تشوف فيه ايه. وكمان جرحي بيكون وصل وبيلاقيهم بيزعقوا، وبيسالها على اللي حصل، وبتقول له ان اتسرق منها ذهب وشك ان سناء هي اللي سرقتهم علشان هي اللي بتروق الاوضه بتاعتها وبتبقى عايزه تفتشها. بس الجرحي بيقول لها انها استحاله تعمل كده وانها مش هتتفتش، بس برضه بتصر انها تفتش الاوضه بتاعتها. والجرحي بيسكت علشان لما ما تلاقيش حاجه يهزقها، وبتفضل تدور في الدولاب بس مش بتلاقي حاجه، وبتدور تحت السرير وبتلاقي ورق وصور وفلوس محوشاها، لكن لما بتفتح كيس معين بتلاقي الغوايش بتاعتها. وساعتها امنه وجرحي بالذات بيتصدم وبيروح لها وهو مصدوم وبيقول لها انه غلطان انه دافع عنها ووقف جنبها، ولسه كانت بتحلف له وبتبرر له وبتقول له يا جرحي، لكن بيقول لها ان اسمه المعلم جرحي وبيضربها بالقلم، وبيبقى مش عارف انه بيضرب امه، وبيقول لها انها تسيب الشغل وتمشي. بس اعتماد بتقول له ان في سلسله ذهب كمان مش لاقياها، وانها هتجيب لها البوليس علشان تعرف ودت السلسله فين، وبيقول لها انها تعمل فيها اللي هي عايزاه، وبتقفل عليها الباب لغايه ما البوليس يجي. وبيبقى متضايق انه ضربها بالقلم وبرغم انه مش عارف انها امه، لكن بيبقى متضايق علشان هي اللي مربياه وانه كان بيحبها، وهي كمان بتبقى مصدومه علشان اول مره يقسى عليها وانه كمان ابنها وبيضربها. وبنلاقي ان ابنه ياسر متضايق جدا وبيعاتبه انه ضربها وانها مش حراميه، وان المفروض ان هو بالذات ما كانش يعمل كده، بس بيقول له انها طلعت الغوايش من اوضتها قدامنا كلنا، وبيزعق له وبيمشي. والبوليس بيجي وبياخدها، والظابط بيقول لها ودت السلسله فين، بس بتحلف له انها ما خدتش حاجه وانها شغاله معاهم من سنين، وان ايه الدافع انها تسرقهم، وانها ملهاش ولا عيل ولا جوز ولا عيله ومش بتخرج من البيت اصلا، فمش محتاجه انها تسرق. وان اللي وجعها اكتر مش انها تمشي من الشغل او تتحبس، بس اكتر حاجه وجعها فعلا ان الجرح صدق انها ممكن تعمل كده وضربها. والظابط بيكون بدا يصدقها بس مش عارف يعمل لها حاجه علشان بيعتمد على الدلائل اللي قدامه، وبيخلي الامين ياخدها على الحجز. وبننتقل للورشه وبنلاقي واحد اسمه سعفان برجاله كتير، وهو رابط محسن ضاحي وداخل للجرحي. ولما بيدخل الجرحي بيخلي كل رجالته ورجاله سعفان تستناه بره لغايه ما يفهم فيه ايه، وبيفهم ان محسن ضاحي مش هو شريك المعلم رشدي، لكن بيبقى وسيط ما بين سعفان والمعلم رشدي، وان شريك المعلم رشدي في ارض البانجو هو سعفان، وان اخر مره سعفان كان مأخر عليه حق المحصول اللي هو ال 12 مليون جنيه، علشان كده المعلم رشدي خطف ابو سعفان لغايه ما يجيب له الفلوس، وانه بعت له ال 12 مليون جنيه مع سعفان، وانه عايز ابوه دلوقتي. بس طبعا جرحي ما بيكونش عارف اي حاجه من اللي هو بيقولها، سعفان بيهدده انه عايز ابوه دلوقتي يا اما هيقتله، بس الجرحي كمان بيهدده انه لسه ما يعرفوش، وانه لو ما نزلش سلاحه دلوقتي مش هيشوف ابوه
تاني، وانه مش هيمشيه من هنا ولا هو ولا رجالته. فبينزل السلاح غصب عنه، وساعتها الجرح بيديله مهله يومين لغايه ما يشوف له ابوه فين ويرجعه له. وفعلا بيوافق وبيمشي، وبيقعد مع محسن ضاحي وبيقول له الحقيقه، وانه ما يعرفش اي حاجه عن ارض البانجو، وانه يفكر في اي اسم ممكن يكون عارف مكان ابو سعفان ده فين. وبيقول له ان في واحد اسمه زكريا كان بيساعد المعلم رشدي في تجاره البانجو، وانه ممكن يكون عارف حاجه. وبيقول له انه يحاول يعرف مكانه في اسرع وقت علشان يقابله. وبعدها بنشوف امنه وهي مع ساره مرات مجدي، وساره بتبقى مستغربه انها ساكته على العيشه هنا مع الجرحي، وان كمان زينب ساكته على العيشه مع عفيفي. فامنه بتتضايق منها وبتقول لها ان جوزها كمان مش ملاك، وان هو اللي حرق البيت ده وحرق وموت 9 اشخاص اللي هم عيله سليمان. وبتتصدم علشان ما بتكونش عارفه الحاجات دي عنه، وبتروح له وبتواجهه باللي عرفته، وعياله كمان بتكون سامعاهم، وبتفضل تزعق فيه علشان يقول لها، لكن لما بيزهق بيضربها علشان تسكت. وساعتها عيالهم بيخشوا وبيدافعوا عنها. وساعتها بيقول لهم ان فعلا قبل ما يسافر كان متجوز واحده هنا في مصر، وان في واحده اسمها زينب قتلت مراته. وساعتها ما فكرش في اي حاجه غير انه ينتقم منها، وانه حرق كل البيت باللي فيه، وان الزمن لو رجع بيه تاني هيعمل كده علشان ياخد حقه. وبيبقوا مستغربين عن الحاجات اللي عرفوها عنه، وانه اكنه شخص جديد قدامهم. وبيسيبهم وبيمشي، وبيروح لامنه وهو كله غل. وام اعتماد بتشوفه وبتروح وراه، وبيزعق لها وبيهزقها انها قالت لمراته عن حريق البيت، وانه هيقطع لسانها لو قالت اي حاجه عنه تاني. بس ساعتها الجرح بيوصل وبيقول له انه هيقطع لسانه هو وامه لو اتكلم مع مراته كلمه كمان. وساعتها هما الاتنين بيقفوا قدام بعض وبيقلبوا في القديم والجديد. ومجدي بيقول له انهم لما يحلوا ويخلصوا اسرار ابوهم ساعتها الحرب تبدا ما بينهم، ويشوفوا مين اللي هيسد فيها. وبيسيبه وبيمشي. وفي تاني يوم بنلاقي فاروق الجباس وهو رايح للجرح في الورشه، وبيفهمه انه عارف ان ياسر ابنه عارف مكان المفتاح. وبيسيبه وبيمشي، وبيبقى عايز يعرف مين اللي بينقل اخباره لبره، خصوصا كمان ان محدش عارف ان ياسر ابنه عارف مكان المفتاح. وساعتها بيروح لعياله وبيكون عايز يعرف من ياسر برضه المفتاح ده بتاع ايه، بس ياسر مش بيرضى يقول له حاجه. وبيفضل يكرر جمله ان هو بالذات ما كانش ينفع يضرب سناء، واكن في حاجه عايز يقولها. وبينادي على اخوه ادهم وبيقول له حاجه في ودنه. وابوه لما بيسال ادهم قال له ايه، فقال له انه هيقول له المفتاح ده بتاع ايه لو راح وخرج سناء من السجن. وفعلا بيروح وبيقول للظابط انهم لقوا السلسله في مكان تاني، وانهم كانوا ظالمينها وبيخرجها. وبتقول له انها مصدومه فيه انه صدق ان هي تسرق، وان هي اللي ربته من صغره. وفعلا ساعتها بيحس انه غلط وبيحضنها وبيتاسف لها. وكان لسه هيروحها بس قالت له انها مش هتروح البيت لغايه ما تعرف مين اللي سرق علشان ترجع وهي راسها مرفوعه. وبيسمع كلامها ومش بيرضى يروحها البيت، وبيوديها لحماس شيخ ربيع لغايه ما يعرف مين اللي سرق. وساعتها ابنه ياسر بيجي علشان يقعد معاها لغايه ما ترجع. وجرح بياخده على جنب وبيقول له انه عمل اللي هو عايزه وخرجها، وانه يقول له المفتاح ده بتاع ايه. بس ساعتها بيقول له ان هو ما قالهوش حاجه، وانه وشوش ادهم علشان هو اللي يقول وما يكونش الكلام طالع منه هو، وانه ما وعدهوش بحاجه، وانه برضه مش هينفع يقول سر من اسرار المعلم رشدي. وبيكون متضايق ان ابنه اذكى منه وضحك عليه. وبعد كده بيروح مع عفيف النادين علشان يدولها فلوسها. وبنعرف انه جايب ال10 مليون من فلوس البانجو اللي كان واخدهم من محسن ضاحي. ولما بيديلها فلوسها بياخد منها الافلام الاباحيه. وبيبان ان عفيفي معجب بنادين جدا. ولما بيخرجوا عفيفي بيقول له انه عايز يصالحه على اخوه مجدي. فالجرح قال له انه يجمعهم النهارده بالليل. وبننتقل لرشا وهي بتقابل واحد بلطجي، وبيبان ان هي اللي سرقت السلسله، والراجل بيديها فلوسها. لكن ساعتها بنلاقي الشرطه انها كانت مراقباه وبيقبضوا عليهم. وبالليل فعلا بيتجمعوا كلهم، وبيتفقوا انهم لما يخلصوا مواضيع ابوهم بعد كده هيشوفوا هيعملوا ايه مع بعض، وانهم هيبداوا في انهم يدوروا على ابو سعفان علشان باقي يوم واحد بس من المهله اللي اداها لسعفان. وبيروحوا يقابلوا محسن ضاحي علشان يوديهم لمكان زكريا. ولما بيقابلوه بنلاقي انه عارف الجرحي، وبيسالوا على مكان ابو سعفان وفعلا بيكون عارفه. وبيتحركوا عليه وبيكون في مصنع وسط الصحراء، وفعلا بيخرجوه. لكن زكريا بيفاجئه لما بيقول له انهم هيسيبوا الراجل الكوري المحبوس، وده بيبقى سر جديد من اسرار ابوه اللي مش بتخلص. وده ان شاء الله اللي احنا هنشوفه في الفيديو التاني لما انزله. وده كده ملخص لكل الحلقات اللي نزلت من مسلسل سيد الناس. ولو عايز نعمل الحلقات الجديده يا ريت تعمل لايك عشان تشجعني ان اعمله في اسرع وقت يعني، وتعمل سبسكرايب للقناه اللي هو اشتراك، وتفعل زر الجرس اهم حاجه عشان لما انزل الجزء التاني يجيلك اشعار بيه. ولو عايز نلخص مسلسل تاني في رمضان اكتبه في الكومنتات، واللي وصل لهنا يا ريت يعمل الايموجي اللي انت شايفه على الشاشه ده عشان اعرف كام واحد كمل الفيديو لحد الاخر. وبس كده اشوفكم في الجزء التاني، ويلا.